الاهلي يضيع دوري اللا هزيمه بخساره بثلاثيه قدام بيراميدز، باللي انا اصلا شايف كولر نازل بالتشكيله هو مش مهتم بالماتش. محدش قايل للراجل دوت ان الفرقه دي بتلعب قدامنا احنا بغل وبصفار، واحنا ما بنحبش نخسر الفرقه دي بالذات. ليه؟ يعني اصل انت لما تلعب قدام حارس الحدود بالشناوي وبمنعم وياسر وهاني ومعلول وكوكا اللي هو كان نجم الماتش اصلا، وقدامهم ديانج وقفشه، وعلى اليمين بيستوى، على الشمال شحات، وفي الهجوم كهربا، تشكيلتك الاساسيه. ما تجيش النهارده تلعب لي قدام بيراميدز ماشي محمد فخري وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح وطاهر. ايه الناس دي؟ انت لازم مش مهتم بالماتش. التشكيل عليه علامه استفهام. انا من اول ما شفت التشكيل قلت كده، يعني انا بثق في كولر وكل حاجه، بس التشكيل عليه علامه استفهام كبيره قوي. ونخش مع بعض على طول في تشكيله مباراه الاهلي وبيراميدز. في حراسه المرمى محمد الشناوي، على اليمين خالد عبد الفتاح، 2 سرد باكات ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، باك شمال كريم الدبيس، خط الوسط مروان عطيه ومحمد مجدي قفشه ومحمد فخري، وفي الهجوم على اليمين محمد الدو كريستو، وعلى الشمال طاهر محمد طاهر، وفي الهجوم محمد شريف. تعالى بقى عد لي كام واحد هنا ما بيلعبش اساسي. طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمد شريف ما بيلعبش اساسي اخر ماتشات طول السنه اصلا، ما بيلعبش اساسي على كهربا، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، محمد فخري، 5 ما بيلعبوش اساسيين اصلا. فين بقى انت نازل مهتم بالماتش ازاي وانت نازل بتلعب ب5 ما بيلعبوش معاك اساسي، ومعاك ال5 الاساسيين قاعدين على الدكه انت بتريحهم. اذا كان بقى حسين الشحات كل كوره بتجيله انت بتمثل بيها خطوره على بيراميدز. وفي بدايه الشوط الثاني الناس كلها مستنيه طاهر يطلع ومحمد فخري، عليه محمد فخري وطلع محمد دو كريستو. طب وطاهر ده قاعد في الملعب بيعمل ايه؟ لو كريستو وحش 10% فطاهر محمد طاهر وحش 90%، وحش جدا، ما بيعملش اي حاجه بالكوره. وتاني نقطه عايز اتكلم فيها، اللعيبه اللي هم ال5 اللي احنا ذكرناهم، هو ما فيش حد قال للعيبه ديت امسك في الفرصه. بتفضلوا قاعدين طول السنه على الدكه وتقعدوا تعيطوا وعايزين نلعب وعايزين نتزفت، مفيش اي حاجه بتحصل. بترجع تلعب وبتشلنا احنا اصلا قبل المدير الفني، انت بتشلني انا كمشجع او بتشلني انا كمشاهد بتفرج على الماتش. يعني ايه كل كوره تيجي لطاهر محمد طاهر يخسر؟ يعني ايه محمد فخري يغلط؟ يعني ايه ما بتعرفش تمسك في الفرصه؟ ما بتعرفش تثبت للمدير الفني ان انت تستحق ان انت تلعب بماتشات سهله زي دي؟ انت حاسم الدوري ونازل تلعب من غير ضغوط. امال لو الماتش ده بقى يعني مثلا هو اللي هيحسم الدوري، كان هيبقى ايه منظرك في الملعب؟ انت لاعب في الاهلي ايا كان بقى احتياطي اساسي قاعد على الدكه، المفروض انت زيك زي اللي في الملعب. فما تقنعنيش محمد فخري وطاهر محمد طاهر دولت كنت بتلعب ب2 في الهجوم بس النهارده. كنت بتلعب ب2 بس في الهجوم، اللي هو كريستو اللي هو اصلا تاني ماتش ليه يلعبه اساسي مع الاهلي، ومحمد شريف اللي انا بعذره ان هو ما وصلوش اي حاجه اصلا النهارده. الكوره الوحيده اللي وصلت له لعبها القفشه، حب يحطها بدماغه، محسسني اللي هو كريستيانو رونالدو عايز يحطها على خط ال 18 وبيحطها في نص الجول. وطاهر محمد طاهر، ما انا مش مضطر كواحد مشجع للنادي الاهلي استحمل لاعب طول السنه انا ما باخدش منه اي حاجه غير ترندات سطلانه ورقصه البطه اللي هو بيرقصها. لا انا ما باخدش منه اي حاجه طول السنه، ما فيش اي لقطه تذكر له طول السنه غير الترندات. ما انا مش جايبك وما اديك كام سنه وبديك فلوس ومقعدك في الاهلي وبتاخد بطولات عشان تيجي كل بطوله هاخدها تطلع لي ترند. انت لاعب في الاهلي وفي القايمه، والمفروض ان انا محتاجك الاقيك بتديني كوره، ماليش دعوه بقى بالسوشيال ميديا وكل الكلام ده. في الدقيقه 38 يجي الجون الاول من بيراميدز، كوره محمد الشيبي يلعبها بالعرض، محمد عبد المنعم يحطها في نفسه معذور. بس انا مش بقول لك انا مش شمتان طبعا ومش هشمت اللي احنا جه فينا جول، بس هو كويس اللي هي قصه ودني محمد عبد المنعم اللي انت اللي جبت الجون ده في نفسك. خلاص محمد عبد المنعم ابتدى يبقى مغرور، ابتدى يبقى وحش في الملعب، عايز يرجع يتقرص ودانه تاني ويرجع يتشد. فدي حاجه زي كده هترجع تشدهولك تاني قبل ما انت داخل على السوبر ليج الافريقي والسوبر الافريقي وكاس مصر. كويس اللي هي جت في الدوري. غلطه من محمد عبد المنعم طبعا الشناوي ما توقعهاش، بس هي كانت راحه سهله ان الشناوي يمسكها او ان هو يطلعها، بس هي كانت جت عكس سير الشناوي بس كده. ويخلص الشوط الاول كله على كده 1-0 البيراميدز. فين الشكل الهجومي بتاعك؟ مفيش. فين اللعيبه اللي بتهاجم؟ مفيش. عملت ايه طب طول الشوط الاول غير التسديده بتاع كريستو اللي طلعت بره، والكره الثانيه اللي هي الفاول ولا مش عارف الكره اللي كان بيرفعها كريستو وغلط فيها الشناوي وطلع بدري؟ ما عملش اي حاجه. بتهاجم زي ما قلت لك ب2 لعيبه والاثنين يعتبر مش موجودين، يعني انت الشكل الهجومي بتاعك مش موجود.
وابراهيم عادل كان ماسك خالد عبد الفتاح في الدفاع عندك، كان مبهدله بامانه، كلمه الحق تتقال. ابراهيم عادل النهارده كل عيش كتير على خالد عبد الفتاح، تعب ماتش زي ده انت نازل الوينج الشمال عندهم مميز جدا ابراهيم عادل، انت اكيد ما اتفاجئتش باداء ابراهيم عادل، هو لاعب نجم، وكنت لعبت عليه محمد هاني، لعبت محمد هاني يا باشا، وكنت ريح بعد الماتش تعمل اللي انت عايزه. انت عارف الماتش زي ده اصلا دي فرقه بتلعبك بغل وبصفار ومعموله اصلا عشان خاطر تنافس الاهلي. واقول لك على حاجه، هو ده القطب الثاني بتاع الكره المصريه مش الزمالك، ما تقوليش الزمالك، هي دي الفرقه اللي بتنافسك. وقبل الجول الثاني بتاع بيراميدز احمد عبد القادر يعدي من ناحيه الشمال من محمد الشيبي، كانوا كده في واحده ودخل هو والجون، خلاص بقى محمد شريف فاضي بره بقى، يعني حاجه كده من بتاعت الوينجات بتاعت الاهلي، مش لازم اذكر اسم اللاعب اللي هو يعدي لجوه ويحط الكره لبره للمهاجم، الجون فاضي، لا بس احمد عبد القادر قرر اللي هو يعمل كل حاجه، انا عديت وهحط الكره من فوق رجل الحارس وهعمل وهجيب جون. لا انت عندك محمد شريف كان فاضي تماما، وانت كان عندك الحارس قدامك والمسافه ضيقه قوي، انت مش هتعرف تحطها في البعيده، وكان وراهم دافع وكانوا يسيبوا وكلهم كانوا سابوا محمد شريف فاضي. فلو كنت حاطط محمد شريف هو اللي جاب الجون كان هقول لك برافو رد عبد القادر، انت اللي عملت الجون، وانت يعتبر اللي جبت الجون، لو كان محمد شريف اللي جاب انت اللي عملت كل حاجه. لا بس هو قرر كده للوهله الاولى انا اللي هجيب الجون، انا عديت وانا اللي عملت كل حاجه، زي اللاعب مثلا ايه اللي يجيب ضربه جزاء ويجي يمسك الكوره، انا اللي جبت ضربه الجزاء، انا اللي هشوطها. لو انت بتلعب خماسي هتفهم اللي انا بقول لك عليه، انت كده لما تكون بتلعب خماسي وتجيب ضربه جزاء مثلا، لا انا اللي هشوطها يا جدعان، سيبوني انا اشوطها. هو احمد عبد القادر عمل كده، هو عدى من واحد دخل لقى نفسه هو والجون، ما حبش يبص لبره، حب يحطها في الجون، ضاعت. في الدقيقه 65 فاول مروان عطيه يحطها حلوه قوي لاحمد عبد القادر، برضو حسيت بيها بسنه رعونه من عبد القادر، ان هو لو كان كان زود شويه في السبرنت وحط الكره براحته، بدل ما هو حطها بالعافيه كده كان هيقدر يتملك من الكره ويحطها جون، مش شرط من فوق الحارس، كنت تقدر تحطها من تحتيه برضك في الجون، كانت هتبقى كويسه جدا، وكان هيبقى جول التعادل، وساعتها تقدر تقلب الماتش انت عليهم وترجع في النتيجه وتكسب. بس هو ايه زي ما بيقول لك كده، اللي يضيع يستقبل. انت قبل ما يخش فيك الجول الثاني جاب الكره الاولى لعبد القادر اللي انا بقول لك عليها، ضاعت. الكره الثانيه ضاعت. في الدقيقه 70 النجم بتاعنا بتاع الترندات طاهر محمد طاهر يعدي من واحد جميله جدا، وانا قلت له يا ابن اللعيبه اول ما عدى خلاص بقى شوت يا كابتن شوت اعمل اي حاجه، راح راجع تاني للاعب اللي هو عدى منه عايز يعديه تاني، قطعت طبعا. يعني هي عاده طاهر ولا هيشتريها، ان الكوره ما بتثبتش في رجله الا لما لازم تتقطع، يا يقع يا تتقطع. في الدقيقه 76 ياسر ابراهيم، بص شفت انت لما تكون مثلا في الشارع وتبقى واقف فوق السطوح ورابط 5 جنيه بفتله ومنزلها في الشارع عشان اي حد يجي معدي يجي يوطي يجيبها تروح شاددها انت لفوق، هو ده نفس اللي حصل مع ياسر ابراهيم في الجول الثاني. هو ياسر حد كان رابطه بحبل كده بسلبه في نص الملعب من لعيبه بيراميدز، فخري لقاي معاه، راح حد شد ياسر ابراهيم راح سايب الحته بتاعته خالص لفخري لقاي عشان يجي الجول الثاني لبيراميدز، وتبقى انت متاخر في النتيجه ب 2-0 وفي اخر 10 دقايق. ياسر ابراهيم انا ببص مره واحده كده يعني ثانيتين ثلاثه ياسر ابراهيم واقف هنا في قلبي متمركز في مكانه كويس تمام، ببص لقيت ياسر ابراهيم مش موجود والمكان ده فاضي، وفخري لقاي رايح على الجون فاضي لوحده تماما، خالد عبد الفتاح بيحصله في ظهره ومحمد الشناوي خارج. لا انت اتمطع شويه طلع الكوره، يعني اعمل اي حاجه، ما تنزليش كده على ركبك، الحركه اللي بتضايقني دي، ما تنزليش كده، انزل اطلع كده يمين شمال زي ما بيعمل مصطفى شوبير، ناشئ بيعرف يطلع على الكوره زي دي ازاي، مش يجي يروح اللاعب واخد الكوره كده موديكوا انتوا الاثنين في داهيه، الحارس والمدافع اللي وراه. الجون الثاني من وجهه نظري ملهاش اي لازمه، غلطه الشناوي قبل ما يكون غلطه خالد عبد الفتاح، طبعا غلطه ياسر ابراهيم اصلا من الاول خالص، انا بتكلم على الشناوي اللي طلع على الكوره وطالع بايع نفسه. الجول الثالث لبيراميدز، خلاص والله انا اعصابي تعبت وكنت قاعد اصلا يعني انا بصور، انا ما يعني اكيد انت فاهم انا عايز اقول ايه، بس محمود صابر انا ازاي انا ما عنديش لاعب زي ده ليه؟ اللاعب ده في بيتهم وهو في بيتهم بيقرر يشوط باليمين وبالشمال، ممكن يبقى بيحضر هجمه من تحت تلاقيه بيشوط، وبسم الله ما شاء الله كل تسديداته مميزه، تسديداته كلها كويسه. يعني بيراميدز لو قرر من الصبح يبيع محمود صابر دوت ب 100 مليون جنيه انا متاكد ان الاهلي هيشتريه او هيلاقي مليون واحد هيشتريه. ناشئ، فين قاعده الناشئين بتاعتي اللي تطلع لي لاعب زي ده؟ فين؟ هات لي كده اخر ناشئ انت طلعته وقلت لي ده لا ناشئ توب طلع من ناشئين الاهلي وطلع يكسر الدنيا. او محمود صابر ده محدش كان يسمع عنه، ما حدش كان يسمع عنه، هو طالع من الناشئين بتاع بيراميدز بيلعب في الفريق الاول لبيراميدز مكسر الدنيا، ومفيش اتنين يختلفوا عليه اللي هو نص ملعب توب و100 100. فانت تعالى كده طلع لي قول لي انا طلعت لك اخر ناشئ مين؟
اخر الناشئين اقول لك انا اخر الناشئين طلعتهم مين؟ رمضان صبحي، تريزيجيه، محمد هاني. ما افتكرش اي لاعب طلع من بعدها كسر الدنيا مع الاهلي او عمل اي حاجه غير احمد حمدي. احمد حمدي اللي هو بيلعب دلوقتي مش عارف بيلعب في الدوري، مش عارف بيلعب في انهي دوري، بس انا كنت شايف ان احمد حمدي موهبه وانت مخرجه لحد دلوقتي، وافتكرها مني انه ممكن يرجع على الزمالك. ولو رجع على الزمالك هتندم عليه. لاعب زي ده موهبه وهتندم عليه. في الدقيقه 97 بقى حسين الشحات، اللي انا بقول لك كل كره بتجيله هي خطيره وكويسه بيعمل بقى كل حاجه، وبتحس ان انت ليك شكل هجومي من حسين الشحات. بس تخيل يا مؤمن ان انت ما عندكش وينجات بتلعب زي حسين الشحات. مش هقول لك وينجات مميزه، ما عندكش وينج مميز زي حسين الشحات وبيست تاو وحسين الشحات مش موجودين، انت ما عندكش وينجات، بتلعب من غير وينجات حرفيا. انت ما عندكش وينجات بعد حسين الشحات وبيست تاو. هقول لك انت بتدور على نص ملعب، لا سيبك من نص الملعب خلاص، نص الملعب بقى 100 فكك من محمد رضا بوبو والكلام ده. انت عايز سيرد باك قوي جدا يبقى موجود دكه لياسر وعبد المنعم. عايز باك شمال لما معلول يغيب انا ما احسش ان معلول غايب. عايز باك شمال تقيل كويس يبقى عندي في الباك الشمال. عايز جناح شمال مكان عبد القادر واللي هو حسين الشحات بيلعبها دلوقتي، لا خلي حسين الشحات يبقى موجود بقى باك، خلي حسين الشحات يبقى موجود جناح يمين زي ما هو، وانا عايز جناح شمال تقيل يبقى شايل الفرق. وعايز رقم 10 يكون مميز وطلع قفشه ده وديه في اي حته مشيه، لو جاي له عرض خليه يحترف. اسمع مني انا مشجع بسيط اهو وماليش اي لازمه، وبقول لك لو قفشه جاي له عرض طلعه. انت مش مستفاد بقفشه في حاجه. قفشه خلاص من بعد القضيه هو مش بيقدم لك اي حاجه، هو ما بقاش عنده حاجه يقدمها لك. وطبعا مهاجم بقى مميز يرحمنا بقى شويه ويريح محمد شريف ده شويه، ولا جاي له عرض وكمان يتكل على الله. مهاجم يبقى هو رقم 1 وبعديه كهربا، او هو وكهربا يلعبوا مع بعض عادي. فانت شوف لي مهاجم يلعب رقم 9 كده اعرف العب عليه عرضيات، والاقي مهاجم بيخلص جوه ال 18. وتشوف لي جناح شمال كويس. والله لو انت في كلام ان انت بتفوت بن شرقي، والله اعلم انا مش متاكد من الكلام دوت، فهات بن شرقي. هات بن شرقي هيفيدك جدا وهيريحك شويه من اللي احنا فيه دوت. ما ينفعش لما انا اريح الوينجات بتاعتي ما الاقيش وينجات تلعب. ازاي يا جدعان؟ افرض انا الوينجات بتاعتي دي في ماتش مثلا، في ماتش ما الوينجين وحشين جدا كمان، مش عارفين يدوك بربع جنيه كوره، ما يكونش عندي لاعب على الدكه تقيل انزله يفرق معايا. يخش حسين الشحات يعدي من واحد يتكل محمد الشيبي يضربه يكعبله كده ياخد ضربه جزاء يخش يضيعها وينتهي الماتش على كده. النهارده بقى ما عندناش افضل واسوأ، احنا عندنا النهارده اسوأ 6 لاعيبه من وجهه نظري في الماتش. تعالى كده معايا. خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، غلطه الجون الثاني ياسر ابراهيم الجون الثاني ده كان نقطه تحول في الماتش. انت الماتش لو كان فضل لحد دقيقه 90 1-0 كنت تقدر ترجع في النتيجه، انت بقى قتلت الماتش باللي انت عملته دوت. ياسر ابراهيم، طاهر محمد طاهر، اليو ديانج اللي نزل ويا ريته ما نزل، ما عملش اي حاجه ولا ضاف لي اي حاجه في نص الملعب. محمد مجدي قفشه، مش عارف احنا هنعد مع بعض كده كام صفقه الاهلي محتاجهم بعد ما نخلص الحلقه، لازم وضروري جدا لازم تجيبهم. قلنا مين؟ محمد مجدي قفشه، محمد شريف. وانا بعذر محمد شريف برضه، انت ما وصلتلوش اي حاجه. يعني انت الكره الوحيده اللي وصلتها له اللي هو حب يعدي منها ولو كانت مره واحده كانت جون، بس هو غلطه عادي، غلطه حصلت في الماتش، ما انت كل الفرقه كلها كانت زي الزفت. ودول كانوا اسوء 6 لعيبه من وجهه نظري. لو وصلت معانا في الحته دي في الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتستنى الحلقات الجديده. سلام.